الأوروبية الكبرى، ودخل التشكيل الأساسي لذئاب روما لأول مرة في مواجهات إلفسبورغ في الدوري الأوروبي، حيث شارك عبد الحميد لأول مرة مع روما هذا الموسم في اللقاء السابق بالجولة الأولى من المسابقة أمام أتليتيك بلباو لمدة 19 دقيقة. وكان سعود قد انتقل إلى الذئاب قادما من الهلال السعودي على هامش فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024 في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 500 ألف يورو حوافز ومتغيرات، بعقد يمتد حتى، وبحسب التشكيلة التي استقر عليها الفرنسي فلوريان جيسولفي مدرب روما أمام نظيره السويدي، تم اختيار نجم المملكة العربية السعودية ضمن 11 لاعب الأساسيين في اللقاء لأول مرة منذ انضمام اللاعب. وبهذا أصبح عبد الحميد هو أول سعودي عبر التاريخ يشارك أساسيا مع فريقه في البطولات الأوروبية الكبرى، لينفرد بسجل تاريخي أوروبي خاص به. جدير بالذكر أن روما تعادل في الأولمبيكو بنتيجة 1-1 مع أتليتيك بلباو في الجولة الأولى، فيما خسر إلفسبورغ بصعوبة بنتيجة 3-2 أمام ألكمار الهولندي.